اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في كل وقت وحين وفي الملأ الاعلى على يوم الدين. اسمك كريم ايه؟ احمد مصطفى رضوان. منين؟ من دمار مركز دمار. اهلا وسهلا. كان عندك ايه وعندك حضرتك ايه دلوقتي؟ عندي الخدلان في رجليا واجي امشي ما اعرفش. طيب وكان عندك البروستات؟ ما اعرفش بقى ما انت قاعد. طيب وعندك نظر بس احنا ما عملناهوش لسه. ما عملتش النظر لسه وهتلاقي ده كويس. هي بتيجي خشب بس بتيجي. دلوقتي فين؟ لا دلوقتي لا مفيش. طيب صلى على النبي. طبعا الخدلان هو بيتعمل من تحت جنب منه المثانه. جنب منه المثانه، يعني اي واحد يكون بيعمل عند حد الخدلان او اتعلم النقطه ديت، او حد من اللي عندي خد الفيديوهات اداها له الفيديوهات القديمه ايام الدكتور هلا زايد وايام العهد اللي هم بقى الشيخ اسمه ايه؟ طارود. في حاجه ده في ناس ثانيه بتجي لي حاجه ثانيه. ايه اللي هو جالك هنا اللي هو كان استنى بس. ففي حاجات انتوا مش عارفينها. ففي واحد برضه تاني قال لي انا كنت عندي البروستاتا، وواحد من عندك قال لي ده في واحد انا اعرفه احسن من محمود. هو مدير الفيديوهات عشان يساعده، وقال لي انا مديله 2000 جنيه وعايز اشوفه، مديله 2000 جنيه في تليفون كاش عشان يوديني للراجل الثاني ده. قلت له الحمد لله ما حدش بيجي عندي ياخد تليفون كاش. قال لي لا. فبقول له وديني الاستاذ محمود البحراوي، قال لي انا اعرف واحد افكه منه. الراجل ده جالي من اسكندريه من حته اسمها ابيس او حاجه دبيس او حاجه زي كده. ابيس. قال لي من بعد ما عملت جلسه ترميم لقيت عند الميه بتنزل دم وكتل بسيطه كده. قلت له انت عملت الترميم؟ الله. قلت له عنده ابيس. قال لي ما هو الراجل بتاعك ده كده. ربنا يهديكم يا رب. طب انتوا ليه ما تصلوش على النبي كتير؟ عليه الصلاه والسلام لازم تصلوا ما نسيتش الارض. طب الخدلان فين؟ الخدلان كان من هنا كده في رجلي، لا مؤاخذه الشيخ ممكن يسيبه. طيب في حته تسمى منطقه السرة، لو اتكيت على نقطه معينه بترفع الغازات لاعلى مستوى عشان يجيب التنميل، وبعد منها المثانه. فالعلم ده ربنا مديهولي. اي حد تاني بقى خد الفيديوهات اداها لواحد عشان يقول له انا اجيب لك ناس ويورطه، اصلا ده بيورطه. ديكا بقى خلي مسؤوليته، بياخد فودافون كاش من ناحيتين، من ناحيه اللي هو بتاع زنكلون ده ومن ناحيه الزبون ده. اللي خد التليفون وبني التليفون بتاع الجار خده والفيديوهات عليه، فبيروح يتكلم الشخص ده عشان يتعلم منها. يعني الحمد لله ما علمتوش، ومحدش يسالني عن اي تاني. العلم الاصيل الحمد لله علمته لاخويا ولزوجتي ولابني بفضل الله عز وجل. ده بتوفيق ربنا. طب سيادتك المدام اجيبها لك؟ وانت دلوقتي ولا خارج؟ لا ده هي امر في البلد دلوقتي. معلش. على فكره يا مدعي العلم، انت اللي خدت الفيديوهات من سنتين بس اللي باعها لك بالفلوس كتير قوي. طب عشان تعلمها، لان انا كنت عامل النقاط ديت لزوجتي ولاخواتي والكلام ده كله، فالسيد خد التليفون كله وضيعه، ودلوقتي بياخد الناس يوديها في اخر الدنيا، فهو مش فاهم حاجه. فدلوقتي النقاط ديت ما انتش عارف تتحط فيهم، ما جبتهاش كامله يعني. لو واحد ايده مقطوعه هتعمل فيه ايه؟ هتجيبها ازاي من رجله؟ خلي بالك، تحت الكبد المراره، تحت المراره بالجنب الشمال نقطه منه واحد البنكرياس. اي حد عنده سرطان البنكرياس في مصر دي، واقول لك على اعراضه: مغص مستمر، والبطن تكاد تكون ملتهبه نار، والنقطه بتاع البنكرياس محدش يعرف يجيبها. بنجيبها في 3 ثواني بالظبط. اي مريض بنكرياس. وعلى فكره عايز انوه ان سرطان البنكرياس نسبه 95% الاشاعات بتاعته مش صحيحه. لان سرطان البنكرياس واحد يقول لك عندي سرطان بنكرياس وعنده سكر، واحد عنده سرطان بنكرياس وما عندوش سكر، واحد يقول لك عندي سرطان بنكرياس وهو عنده فيروس بي اساسا، واحد عنده سرطان بنكرياس وهو عنده حمى البحر او المتوسط او المغص المستمر. اللهم بلغت، اللهم فشل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.